الهدف في التمريره الرائعه الجميله باتجاه الجهه اليمين لرضا شحاته اللي خدع دفاع الزمالك وخد مكانه حلو قوي. النادي الاهلي بيلعب 5-3-2 في حاله الدفاع، وفي حاله الهجوم بتبقى 3-5-2 بعد انضمام يغطي الكره اللي فاتت. وادي جilberto قطع ويدي لحسام غالي. جilberto وترقيصه من جilberto استعاد الكثير من مستواه لما كان في انجولا. جilberto ويدي خالد بيبو. وادي الكره بقى والانطلاقه وخالد بيبو جوزيه حاطط خالد بيبو راس حربه متاخر شويه في ظهر احمد بلال على اساس سريع. حازم امام ولكن تتقطع المره دي. النهارده حازم هو واضح كده اللي بيسقط في نص الملعب، وجمال حمزه على عكس التشكيل اللي ادولنا جمال حمزه هو اللي بيلعب فيرود جنب حسام حسن. وادي على طول سيد عبد الحفيظ يدي لابراهيم سعيد. النهارده متحرك في نص ملعب ابراهيم سعيد، وثالث اهدافه هذا معاه ايضا خالد بيبو. هو كمان كابتن طارق بدا اوتوفيستر اهو يلعب برضا سيكا ليبرو واثنين مساكين، يعني عدل من طريقته من 4-4-2 ل 3. والدقيقه دلوقتي 37 وتقدم النادي الاهلي 3-0، والاهداف الثلاثه في 28 دقيقه. الدقائق 4 و17 و28 بتوقيع رضا شحاته وابراهيم سعيد وخالد بيبو. وادي حسام غالي ولعبها بينيه في وسط ودفاع نادي الزمالك من الدقيقه 30. سيد وبيعدي وخالد بيبو رايح له، فضل انه يدي الى بلال. لعيب كبير مفيش كلام. حسام كمان كابتن طارق رضا سيكا الحقيقه كمان بعيد عن الفورمه بتاعته، لان طبعا انما هجمتين خطيرتين جدا لنادي الزمالك فيهم تركيز. كره من ناحيه الشمال اتلعبت عرضيه راحت لجمال حمزه، لو خدها بوش رجله كان قدامه السكه مفتوحه تماما انه يشوط ومستريح. حاول انه يوقف اتقطعت. سيد عبد الحفيظ رضا شحاته وائل جمعه لرضا شحاته. هادي خشب اصبح تامر عبد الحميد ومحمد ابو العلا ومعاهم وليد، والهجوم حازم وحسام. ايفا لو وقفها طبعا تحت رجليه كانت فرقت قوي وليد، انما بكل المقاييس وليد عبد اللطيف يا كابتن طارق عامل شغل كويس قوي في دفاع النادي الاهلي. وادي الكوره وبيبو هو جول وكوره ثالثه عامل خطوره. وادي الكوره لحسام انما مقطوعه المره دي من شادي، احسن مدافع في النادي الاهلي او احسن لاعب في دفاع النادي الاهلي واحد حتى الان. وادي كوره مع سيد عبد الحفيظ. ومعدي سيد عبد الحفيظ ومعدي وفارق السرعه عن حسام حسن، ويديها حلو قوي في اليمين الى رضا، وبيعدي رضا وعلى طول ياخدها تاني سيد عبد الحفيظ من بشير التبعي بعد قرابه 50 سنه 49 سنه بالظبط على هذا اللقاء. يعيد النادي الاهلي النتيجه الى 4-1. بلال سيد عبد الحفيظ رضا شحاته. استعاد النادي الاهلي زمام الامور تاني في الدقيقه 19 وبدا يسيطر على المباراه بعد سيطره ميدانيه للنادي الاهلي في لنادي الزمالك. طارق لما غير بمحمد فاروق مش تقليل من محمد فاروق، ولكن هو ان رضا شحاته كان لعيب مميز جدا في صفوف النادي الاهلي المباراه دي، ويمكن له يعني الحقيقه فضل كبير جدا في النادي الاهلي محتفظ بهذه النتيجه لغايه حتى الان، هو وخالد بيبو. الحقيقه خالد بيبو يديها على طول لمحمد فاروق وحلوه ولا هدف في لقاءات القمه لو جت الاهداف اللي ضاعت النهارده. ده الكلام اللي بياكد اللي احنا قلناه في البدايه كابتن طارق، ان هو جيم مفتوح، النادي الاهلي عايز يكسب، نادي الزمالك عايز يكسب، فما في الرقابه تكاد تكون يعني معدومه شويه بين اللعيبه وبعضيها، مساحات خاليه كتيره جدا في نص الملعب وخط الظهر الفرقتين ادت الى دخول 6 اهداف حتى الان وضياع اكتر